خطوره عن طريق اللاعب سيد حمدي في انطلاقه في محاوله خطيره. جول سيد حمدي يتقدم. السيد حمدي هنا يقص شريط الاهداف ويتقدم مع الدقيقه 14 بهدف ياتي عن طريق اللاعب السيد حمدي بعدما تلقى تمريره اللاعب عبد الله السعيد ليسجل السيد حمدي ثاني اهدافه في بطوله هذا الدوري من خلال انطلاقه ماراثونيه. هنا لاعب الفيوم اول مدن الصعيد هو متعود على ارتفاع درجه الحراره بالتاكيد، ولكن هنا يدون الكره داخل الشباك، هنا تتمادى، هنا تتهادى، هنا ترسم البسمه والسعاده على شفاه انصار النادي الاهلي من خلال مرور رائع ومراوغه للحارس عامر كما نشاهد ونتابع في لقطه الاعاده. الله على السيد حمدي عن طريق اللاعب عماد متعب، صوره بالكربون، هدف ثاني ممكن، هدف ثاني، الهدف الثاني ياتي عن طريق اللاعب عماد متعب. نعم كنت اتساءل عن متعب، هل يتعب دفاعات فريق الجونه في ظل ارتفاع درجه الحراره؟ نعم ترتفع درجه حراره المباراه. اذا صدقوا خبراء الارصاد الكرويه كما توقعوا خبراء الارصاد الجويه بان مباراه تنذر بالخطوره والاثاره والمتعه، ومتعب يسجل ثاني الاهداف. هدف ثاني عن طريق اللاعب عماد متعب اللي افتتح شهيه الاهداف عن طريق تذكر. اذا تشكر يا تذكر حينما منحت الفرصه لمتعب ان تنفتح له شهيه التهديف والان يسجل ثالث اهدافه هذا الموسم، ولكن هو الهدف الاول له على النطاق المحلي في شباك الحارس عامر. اعتقد ان لسان حال الاهلاويه يقولون في صوت واحد وبكلمه عاليه مرتفعه الصوت: ربنا يجعله عامر حينما يسجل